حابة تقولي اسمك؟ لا مش مهم. المكالمة مذاعة على الهواء، موافقة بالإذاعة؟ ايوه ايوه يا اتفضلي. فندم. اتفضلي تحت أمرك. آه انا جبت بنت صغيره، كانت يتيمه. مم. بعدين ما كنتش بخلف، فقلت عشان اربيها. يعني انتي وبعد تكفلتي بطفلة. ايوه تمام. كفلت بها وهي صغيره خالص، اربيها وياخد ثواب وفي نفس الوقت يبقى معانا. وزوجك وافق وعملتوا كل الإجراءات؟ ايوه وعملنا كل الاجراءات وكل حاجه، مم. وربناها بصراحه، يعني ربناها كويسه ومشت معانا ودخلت مدرسه وخشت كليه وكده. جميل. بعد ومشت يعني شويه كده، زي شويه كده حلوه يعني. مم. وبعدين اتعرفت على شاب. مم. اتعرفت على شاب، هو اتقدم لها، تمام. بس هو طبعا مش مناسب خالص. مم. لا ماديا ولا ظروفه ولا اي حاجه جدا، ولا اي حاجه فيه. مم. فاحنا رفضنا. مم. بعدين هي انتي قامت كنتي واخداها كام سنة يا فندم؟ صغيره يعني بتاعت سنه. سنة. يعني هي طلعت اه انتي طلعت وزوجك. معانا وعارفه، اه. ايوه ان انا وهو ابوها ولغايه الان ما تعرفش. مم. يعني هي لغايه الان ما عرفتش ان احنا مش اهلها. وعرفتي من ورق بس المدرسة انتوا كتبتوها باسمكم؟ لا احنا لا مم. احنا كنا يعني كل يعني مثلا ورق مدرسه او اي حاجه احنا اللي كنا بنروح نقدم ونعمل وكده، فما ما خدتش بالها. مم. وهي ما كانتش يعني النصيحه اللي هي تمام. بس لغايه بقى ما يعني عرفت الشاب ده اخلاقها اتغيرت جدا. مم. بقتش كويسه. وبعدين سرقتنا. مم. يعني كانت في فلوس في الدولاب، اخدتهم وراحوا فين، ما خدتش حاجه، ما اعرفش حاجه. مم. وبعدين قعدنا نزعلها شويه وضربناها وخلاص الموضوع. بعد شويه لقيتها برضو ماشيه مع الولد ده. مم. بعدين قامت اخده الفيزا بتاعتي وقامت سرقه الفلوس اللي فيها كلها. لا إله إلا الله. كان مبلغ قد إيه تقريبا؟ طب كان مبلغ كبير، مم. بتاع 50,000. مم. وما عدتش هعمل حاجة، وقلت لها هوديك البوليس وهبلغ عنك الاسم وهتبلغي بنتك، هتعملي هتسوي. المهم ما وده بابا ما استفزكيش تقولي لها الحقيقة؟ لا، مم. أنا قلت ممكن هي يبقى سلوكها أوحش. مم. او تدي يعني ممكن مبرر بقى للي بتعمله لنفسها. يعني اه دول مش اهلي بقى اعمل فيهم اللي انا عايزاه. ان انا عايزة، مم. فما فحاولتش اقول لها. مم. بعد كده عايز يتقدم، قلت لها لا ما فيش تقدم وما فيش حاجة من دي، ده مش مناسب ليكي جدا، اه ما فيهوش اي وهي حاجه ممكن ولا تكون اي سرقت حاجه. الفلوس عشان تديها له عشان يبقى قادر يتقدم. ممكن مم. ممكن لان هو ما عندوش اي امكانيات. مم. مم. ورجعت بعد كده قامت سارقه برضه سلسله. مم. والموضوع ده يا ف... فندم ظهر من اول ما الولد ده ظهر؟ لا بعديه بمده. يعني موضوع السرقة ومد الايد طول ما الولد ده ما كانش موجود عمرها ما عملت كده؟ هي ما عملتش كده، مم. لا ما عملتش كده. لكن بعد ما الواد ده ظهر وفضلت ماشيه معاه، وانا حاولت ابعدها عنه واقول لها عيوبه ايه وما فيهوش امكانيات وتقدم لها ناس كويسه، مم. مم. بس هي مش راضيه. مم. وبعد السرقة مش عارفين، يعني قلت لها هبلغ عنك البوليس. إيه، قام هو قال طب هجيب لك سلسلة أحسن منها. قلت له طب وأنت تجيب لي ليه؟ بصفتك إيه؟ مم. مم. طب أنت بتودي الفلوس فين؟ ما تقولش. طب بتديهم له؟ ما تقولش. إيه، مش عارفة بصراحة يعني. وبعدين بابا قال لي هنبلغ عنها الاسم، مش ممكن يعني، مم. هيبقى إزاي؟ طب إيه؟ طب أنت مرة واثنين وثلاثة وإحنا سامحناكي مرة واثنين وثلاثة، فمش عارفة بصراحة دلوقتي. أنا خلاص ما انتش طايقاها بصراحة، مم. لأن كمان إيه بقى أسلوبها هي كام وحش سنة جدا. دلوقتي؟ إيه، هي في كلية. مم. ف الوضع صعب إيه اكيد. يعني
ايوه طبعا. انتوا انا ما رفضكم كنتش بكلمها. رفضكم للولد عشان مادياته ولا عشان ايه تاني؟ يعني ايه الاسباب اللي انتوا يعني قلتوها وهي مش مقتنعه ما بيها؟ فيش ماديات اصلا، ما فيش ماديات خالص يعني. امم امم ما فيش عيله يعني، مش مناسب خالص يعني. امم يعني انسان مش مناسب، امم لا ماديا ولا شكلا ولا تقريبا ولا اخلاقا. وممكن يكون هو اللي بيوزها تسرق كمان. الله اعلم يعني، بصراحه مش عارفه يعني. انا بقول لها حتى يا بنتي دوت يعني ممكن يعني دوت طبع فيك يعني. مثلا قالت له وانا قبل كده سرقت، طب وانت بتسرقي ليه؟ ما تسكت. يعني هي طب كمان بتاخدي بقت فلوس تعمل خلاص بقت بتسرق وهي فاهمه ان انتوا فاهمين واللي عندكم اعملوه. ايوه، ولا كأن يعني. وبقت امم بجحة يعني، عارفه الرد بالرد، الكلمه بالكلمه، إيه امم اسلوبها بقى وحش جدا يعني. مش هي دي. امم إيه، بصراحه مش عارفه اعمل ايه. هل اقول لها؟ هل إيه ابلغ عنها؟ هل اعمل ايه؟ وطبعا ما حدش يرضى ياخدها تاني. اكيد طبعا خلاص هي هي رسميا بقت كبرت. تبع يعني تحت رعايتكم. ايوه ولو جرى لها تبعنا اي حاجه انتوا اللي هتسالوا قانونيا احنا عليها مسؤولين. كمان طبعا. ايوه طبعا. طيب مش خليني بصراحه بس مش عارفه اكون اعمل واضحه ايه. مع حضرتك. لو ايوه، حقيقي دي بنتك من انت اللي حملتي ما هو وخلفتي انا ساعات بقول كده. ولو انا ده ساعات بقول باباها كده يعني وهي لو. بتتصرف ايوه، نفس السلوك، اكيد انا عايزاكي بس تخرجي من الحسبه فكره انها مش بنتك اللي انت خلفتيها. ايوه، انا ساعات بقول كده. امم بس الرد الكلام. امم انا فاهمه طبعا ان الامر مستفز وانا عارفه ان برضو. وبعدين هي مش هاممها، انت مم. عارفه مش هاممها. مم. وماشيه معاه مم. ولا حاجه. لكن انت ما تخضعيش لرغبتها بان انت حتى تعملي زي خطوبه بسيطه وتسيبيها ما هي هي عايزه طالما الايام دي كده. هي طالما عايزه هي كده، هي ده طالما هي هو. عايزه ده ومصممه على ده. انتوا نصحتوها وساعتها هي حره في اختيارها. بس هو ده واحد مش جاهز، ما فيش امكانيات خالص. مم. يعني هو مش يعني انا يعني اتهيألي ممكن يكون طمعان. اكيد يعني اكيد ممكن هي يكون طمعان واكيد فينا. هي هي مطمعاه. وحيدة مم. وهي وحيدة وأم وأب وما فيش حاجة فمش عارفة يعني. أنا طب بس انا هعمل شايفه هي عايزة. ان جه الوقت انها تعرف الحقيقه. ما أنا خايفة تبقى عكسي مثلا. لو أنا قلت لها الحقيقة بقى تقول لك مالكوش دعوة بيا وأنا أمشي زي ما أنا عايزة أنتوا ما أنتوش أهلي. مش ممكن كده. فانت اصلا صعبان عليكي الفكره انها ممكن تمشي. يعني انا لا عايزه أبدا، انا أنا عايزه ذوق. افهم حقيقه مشاعرك. انت عندك استعداد إيه، انها أنا تمشي؟ بصراحة ما عدتش بكلمها خالص من يوم ما سرقت. يعني ما عادش في حكاوي زي ما والخمسين كنا الف ما بنقول. رجعوش كمان؟ وما رجعوش وبتصرف وعادي ولا كأن. وبجاحة يعني. حتى مش طب مثلا انت زوج حضرتك رايه ايه؟ إيه، ما هو برضه مش عارف يعني. ممكن هو يعني مش يعني يكون قادر هادي. مش قادر هادي يشد، عن. مش قادر كلمها يتصرف؟ كتير. ايوه، هو كلمها كتير وبيكلمها كتير وبينصحها كتير عني. بس هو مش عارف يعمل ايه وانا مش عارفه اعمل ايه يعني. وبعدين بيقول لك فكره انك تبلغ البوليس عنها. قلت له حتى نخوفها بس. قال لي لا طبعا. طيب انا وجهه نظري يا فندم ايوه. انها لازم تعرف الحقيقه. معرفتها بالحقيقه هتفرق كتير جدا، حتى هتخاف منكم ان انتوا فعلا يبقى الطريقه اللي هتتبعوها ان انتوا تبلغوا عنها. لان فكره ان هي مش عارفه الحقيقه مخليها بتتصرف ببجاحه زياده غير مقبوله. اصل هي لو بنتكم هتبقى انتوا قادرين تستوعبوا التطاول او الجراءه، لان في الاخر هتبقوا بنتكم اللي بتدل عليكم. لكن انتوا برضو احساسكم انها مش بنتكم اللي من صلبكم او اللي انتوا خلفتوها ايوه. مخلين حاسين اللي عارفه كده لما يكون البجاحه انتوا مش قادرين تبلعوها. اللي هو انتوا عايزين ايوه. تقولوا لها في كل خطوه احمدي ربنا على ان احنا عايشناكي كويس وربيناكي وعلمناكي وكبرناكي، كمان بتسرقينا بتعدي الايد اللي اتمدت لك. ايوه. فانا شايفه ان جه الوقت انها لازم تعرف الحقيقه، ومش تعرفها بس تعرفها عشان تبقى فاهمه ان الرحمه اللي اتجاهكم ليها هتبقى ليها مش حدود. ممكن. وهيجي طب دي وقت مش ممكن تيجي وهتخلص. عكس. حتى لو جت عكس، ما هي اصلا تصرفاتها مش كويسه، والتصرفات اللي ايوه. بتتعمل هتدفعكم ان انتوا عايزينها تمشي. يعني اصلا هي لو استمرت في نفس ايوه. الطريق انتوا اللي هتبقوا عايزينها تمشي.
ايوه فعلا انا عندي الاحساس ده. بالظبط، وده انا واصلني من طريقة كلامك. فبناء عليه لازم نحط كل شيء في مكانه. يا بنت الناس، احنا حلوين قوي معاكي وشلناكي وربناكي ومش عايزين ومش هين علينا، وناس غيرنا كانت ترميكي لواحد زي ده وتقول احنا مالنا، مش ما تخصناش، ونبقى ساعتها خلصنا من مسؤوليتك ومفيش اوراق رسميه بتثبت ان انت بنتنا ومالكيش حق عندنا. لكن احنا خايفين عليكي وبنحافظ عليكي وعايزين لك جوازه تهنيكي وراجل يهنيكي وراجل تتشرفي بيه ويتشرف بيكي. لكن اللي انت بتعمليه غلط، واحنا ما كناش عايزين نقولك عشان مشاعرك، لكن الموضوع اتكرر بدل المره 2 و3، ومفيش مره اعتذرتي ولا حسيتي بالندم. ده انت بتبجحي وبتستمري في اخطائك اكتر أيوة. واكتر. فما ينفعش، عشان حتى الشخص ده لو طمعان ولو اتاكد انها ملهاش حق في ورثكم او في ثروتكم، ساعتها متهيألي حساباته هتختلف، ومش بعيد هو اللي يسيبها ويبعد عنها. فدي طب وجهة هي نظري. دلوقتي طب هي دلوقتي عايزة، يعني عايز يخطبها او عايزة تتخطب والله والكلام انت من ده. بتقولي ان هو لا يقبل اصلا، يعني انت بس اللي هو ايوه. ما ينفعش تحطوا اه ايديكم في ايديه. لا اصل هو لو في حد ادنى، لو الموضوع في ماديات لكن اخلاقه كويسه، في كليه كويسه، اهله ناس كويسين، لكن انت قلت لي من كل حاجه معدم ومن كل حاجه اه صعب، فلا خلاص يبقى المبدا اصلا مرفوض. مش هينفع. لو هو عنده عيب واحد يتداوى، والله هنقول لها يا بنتي خلينا ناخد فرصه ويجي البيت ونبقى، لكن ده واحد ممكن يكون بيحرضها على السرقه او بتسرق وتديله او بتصرف عليه، ايوه. فالوضع اصلا سيء. فلازم هي تعرف الحقيقة، وبناء على الحقيقة هي تقرر هي عايزة ايه. هتعيش في البيت اللي صاينها ومحافظ عليها، ولا هتقول لا وخلاص وانا همشي بدماغي. بس هتبقى الرؤية وضحت، الرؤية تبقى واضحة. تاني حاجة لازم تاخدوا بالكم جدا منها، تاخدوا حذركم جدا منها. لازم تركبوا كاميرات يا فندم في ايوه. البيت. الكاميرات دي مش ايوه. رفاهية، ركبي كاميرا من النهاردة، جيبي اكتر من كاميرا قدام البيت وقدام العمارة وجوه شقتك، عشان اللي جاي احنا مش عارفين فيه ايه، وعشان كل شيء يبقى مرصود لحظة بلحظة. فمتهيألي ان لازم تأمني نفسك انت وزوجك بالكاميرات الوافية والكافية اللي تخليكي تبقي واثقة وعارفة كل شيء بيحصل. خدوا احتياطاتكم، الباسورد بتاع الفيزات غيروها، ما تسيبوش فلوس في البيت. ايوه. دهبك ايوه. خرجيه من البيت وديه لحد انت بتثقي فيه، حتى لو هتاخدي خزنة في بنك اعملي ده، لان بس الوضع ده هي سيء. تبقى عيشة، يعني ما هي دي هي تبقى مش كده. عيشة، بس هو ابتلاء صعب، ابتلاء صعب. وما اقدرش اقول لك يلا هاخد قرار امشي من هنا، ما هو القرار مش سهل، وخاصة انها ما عندهاش علم بالحقيقة. هي وانا قلت لها قبل كده خدي بعضك وامشي، قالت لي راح فين؟ ما عندهاش علم كمان بالحقيقة. يعني هي ايوه. بالنسبة لها ازاي امي بتقول لي امشي، وازاي امي بتقول لي ايوه. اسجنك. لا خلينا بقى نحط كل شيء في نصابه الصحيح. تعالي يا بنتي عشان تعيشي معانا الواقع، ما بقاش انا متعذبة انا لوحدي، انا والراجل اللي معايا ده، وانت عايشة بالطول وبالعرض. فلازم تبقي فاهمة الواقع اللي انت فيه. يمكن ساعتها الرؤية تختلف، لان احساسها انك ابويا وامي فانتوا مالكم مالي وفلوسكم فلوسي وانا الوحيدة وانا اتدلع وانا اخد اللي انا عايزاه، غير احساسها بان انتوا ناس عملتوا معاها معروف وتكفلتوا بيها. فيعني هو ابتلاء صعب اكيد، وربنا يا رب طبعا. يلهمكم القرار الصائب. وبرضو لو حابه ان انت ترجعي لدار الافتاء، ولو حابه ان انت تشوفي دكتور نفسي تساليه في حالتها، لعل وعسى الناس تساعدك في الامر. لكن لازم ارجوكي، يعني طلب من بنت لمامتها، ركبي كاميرات في البيت، لازم. ايوه. خلي كل شيء، لان الولد ده ما نضمنش هو بيقول لها ايه او بيحركها ازاي او بيطلب منها لا ايه. وهي كل حاجة هي بتقولها له، يعني ما فيش حاجة بتخبيها بالظبط. خالص. ودي مشكله، لان هو بيحركها زي ما هو عايز. وهو كمان عارف ان هي سرقت. طيب يا حبيبتي هو مش عارف، هو ممكن يكون هو اللي بيقول لها. هو لان انت بتقولي قبل ما يظهر ما كانش عندها الجراءه للتصرفات زي دي. لا يعني لا هي مش لا كلام. حراميه، لا هي بقت حراميه من وجوده. ممكن يكون بيقول لها عشان المصاريف، عشان لما اجي لكم اتقدم لك اجيب لك حاجه، اجيب لك شبكه، ممكن. وبيعشمها. أيوة. فلازم كل شيء يا فندم يبقى محطوط له كاميرا عشان نفهم كل التفاصيل. فيعني ده لازم يحصل في اقرب وقت وفي اسرع وقت. وعايزه قبل ما تقولي لها ترجعي لدار الافتاء، وعشان برضو تسالي اهل العلم والتخصص في الدين، أيوة. في الامر الشرعي، انا فكرت ودكتور نفسي. فكرت في كده. مفيش مشكله. انا قلت لك وجهه نظري اللي انا لو مكانك هعملها وهلجأ ليها. يمكن لما تتصدم بالواقع تبتدي تظبط سلوكها، والبني ادم اللي معاها لو طمعان يعرف ان انتوا مش اهلها، فملهاش عندكم اللي يخليه يطمع.
ده وجهة نظري. ايوه. وزيدي برضو من اهل العلم اسأليهم، وركبي الكاميرات في كل الاحوال. هي مش لو ما فادتش مش هتضر، فلو ما فادتش مش هتضر، فركبي الكاميرات في اقرب وقت ارجوكي، عشان يبقى كل شيء مسجل ومرصد، بحيث ان هي برضو تبقى فاهمة ان كل شيء بتعمله هو ما في كاميرات كشفاها، عشان لو احتاجنا في ده او احتاجنا ده في يوم يبقى كل شيء متوفر معانا، ويبقى معانا الادلة الكافية. متشكرة قوي. وربنا يصلح لك الحال ويجعل تعبكم في ميزان حسناتكم. وانا عارفة ان الامر مش سهل، وانا عارفة هي في كل الاحوال في ناس ممكن تختلف معايا في الرأي وتقولي لا تعتبرها بنتها اللي جابتها. مفيش مشكلة، هي بنتها فعلا، والام اللي ربت، ودي خدتها سنة دلوقتي، هي في جامعة عندها 20 سنة، اسم الله يعني 20 سنة معاها، فهي بنتها بالفعل. لكن احيانا ساعات بيبقى العلاج الصدمة لازم يكون بالصدمة عشان المريض يتعالج. كتير بيبقى ده اسلوب من اساليب العلاج. البنت دي فردة ضلوعها لانها فاهمة انها وحيدة امها وابوها. البنت المدلعة اللي هي واخدة، هي على فكرة لما بتاخد فلوس من وراهم ما بتحسبهاش سرقة، بتحسبها انا حقي، ده عندهم كتير، ده انا بنتهم الوحيدة، هيودوا الفلوس دي كلها فين؟ ما في الاخر هم هيموتوا وانا اللي هاخدها. ده حسبتها او حسبة اللي بيقول لها ده. فالحسبة لازم هتختلف لما تعرف الواقع وتعرف الحقيقة، فساعتها الحسبة هتختلف، وهتعرف ان هي بتكرم، فلازم تكرم اللي كرموها، مش تاخد من وراهم وتمد ايديها. واللي معاها لو طمعان هيعرف الواقع، وهيعرف انه ما ينفعش انه يطمع، لان مفيش اوراق رسمية ولا شيء يثبت ان البنت دي بنتهم، ويوم ما هيتخانقوا منها هيقولوا لها يلا مع السلامة، فساعتها ممكن يسيبها ويظهر على حقيقته. فالكاميرات مطلوبة، وانا من وجهة نظري العلاج بالصدمة مطلوب، ولكن عشان يطمئن قلبك ممكن نرجع لدار الإفتاء المصرية وليهم خط ساخن، تقدري برضو تسألي في الأمر الشرعي والديني في اللي بيحصل، وربنا يا رب يدلك على الخير بإذن الله تعالى. خلوني أطلع فاصل وأرجع تاني.